وبركاته. النهارده هناخد حاجة جميلة جدًا من الحاجات اللي بتميز رمضان. إحنا في رمضان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا مش بس بالصيام، كمان عندنا الزكاة اللي هي بتعتبر نموذج من نماذج الصدقة. إحنا ممكن نستخدم الصدقة بشكل رائع جدًا في تربية شخصيات أبنائنا. أنا لو عندي ابني محتاج حاجة نفسه يعملها ومش عارف، عنده مشكلة ومش عارف يحلها، داووا مرضاكم بالصدقات محتاج يبقى مبدأ في حياتنا نعلمه لأولادنا. ايه رأيك نستخدم الصدقة عشان نبطل السلوك الفلاني؟ ايه رأيك نستخدم الصدقة عشان ربنا ينجحنا في الحاجة الفلانية؟ واهم الحاجات اللي نستخدم فيها الصدقة هو التخلي عن سلوك سيء او تبني سلوك جديد احنا مش عارفين نتحلى بيه. المعنى ده أو القيمة دي هتحسس ولادنا بقيمة الاستعانة بربنا سبحانه وتعالى، ولما يشوف أثر الصدقة في حياته فأنت بتعلي أكتر الجانب الروحي اللي احنا اتكلمنا عنه وقلنا أنه أقوى مضاد للسلوكيات الجنسية هو الجانب الروحي، بيحميه من الخواء النفسي. تعالوا بقى نبدع مع بعض ونفكر، وقولوا لي في الكومنتات ايه أفكاركم عن الصدقة اللي ممكن تقولوا لولادكم عنها ان هم شخصيا اللي يقوموا بيها في رمضان، مش بابا وماما، عشان نتعلم كلنا من بعض ازاي نعلم أبنائنا استخدام الصدقة في تعديل سلوكهم وتبني مهارات جديدة جميلة وبناء القدرة النفسية اني اقدر ابطل واقدر اتحلى باللي انا عاوزه.